انتهت رحلة أسود الأطلس في سباق معانقة الكأس الذهبية. خسروا مرفوع الرأس أمام حامل لقب أقوى منتخب في العالم، لكنهم فازوا بقلوب المغاربة كبارا وصغارا، وفازوا بتعاطف كل الشعوب، وأظهروا للعالم أخلاق المغاربة الأحرار. رسالة شكر للاعبين وللمدرب وللجماهير ولكل من شارك في صنع التاريخ هنالك في قطر، وشكر خاص للجماهير المغربية التي أبهرت العالم في الملاعب وخارج الملاعب، فهذا يكفينا فخرا. شكرا لكم جميعا ولكل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي الذي حير العالم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. هذه مقولة للشاعر التونسي أبو قاسم الشابي، وكأنها تعكس حال الجماهير المغربية والإفريقية عامة. فالمغاربة رفعوا تحدي إفريقي لم يشهد له مثيل على ملاعب كأس العالم، تحت عنوان لا بد للقيد أن ينكسر وسينكسر، وهي تأكيد على الروح الوطنية والصمود والوقوف وراء تعليمات وليد، ولم شمل المغاربة وتوحيد الشعوب العربية عبر كلمة ديروا النية. ولعل تواصل خيبات الأمل لدى المغاربة على المنتخب المغربي والمشاركات الغير المرضية خلفت انطباعات سيئة، وكان أقصى طموحاتنا هي المشاركة المشرفة ولما لا الدور الأول بتعليمات وليد واللعب الرجولي للاعبين. استطعنا عبور الدور 16 والدور 8 ولعب نصف نهائي ضد المصنف الأول للفوز بالكأس الذهبية وبطل العالم سنة 2018. أي إنجاز في كرة القدم يجعلك تتساءل ما الذي يقف خلفه، وهو الأمر نفسه الذي يتساءل عنه الجميع. من هو نقطة القوة؟ هل هو المدرب الذي جاء قبل المونديال بشهرين ففعل ما عجز عنه الراسخون من سنين في أماكنهم وكلنا نتذكر تبديله التاريخي ضد بلجيكا؟ أم هو مرابط الذي أذهل العالم في وسط الميدان؟ أم هو ياسين بونو وما فعله بالإسبان؟ أم زياش أم أناحي أم الصباري الذي حل عقدة كورتوا فانحلت بعده كل العقد؟ حتى نصيري الذي كان محل انتقادات واسعة صار يرتقي فوق كل التوقعات ويرفع سقف أحلامنا وجنوننا، وهذه هي حلاوة اللعبة وجماعيتها. هناك لاعب آخر لم يثني عليه أحد حتى الآن، ولكن أراه أيضا لاعب لا يقل أهمية، وهو هذا الجمهور الذي جعل الملاعب القطرية ملاعبا مغربية. انتهت كل الخلافات بين الجماهير المغربية وصاروا جميعا أمة واحدة خلف هذا المنتخب. ضغط وثقة وهتاف للدقيقة الأخيرة، واحد من أهم معالم هيبة المنتخب الوطني المغربي في قطر وأهزوجته العربية سير سير التي صارت ماركة عالمية اليوم. إذا تكلمت اليوم عن شغف اللاتينيين بفرقهم ومنتخباتهم اسمح لي، ولكن راك عمرك حضرت شي التيران ديال قنيطرة ولا دونور ولا مركب فاس ولا مركب مولاي عبد الله، والقائمة طويلة. تشوف بنادم كيفاش كيعيش وكيفاش الحياة ديالهم متعلقة بالكرة والفرقة ديالهم، وخير دليل أن بنادم من الوحدة ديال الصباح هو واقف في ملعب الجنوب بالآلاف يكتسي الآراء ويتوسد الأرض كيتسناو تذكيره اللي تخول ليه باش يدخل يتفرج في مباراة العمر للمغاربة، وبنادم بلا نعاس وداخل كيسيبورتي والتصفار والضغط العالي حتى أصبح الجمهور المغربي يسوق عالميا، وكبار الصحف الأوروبية والعالمية تتكلم عن الجمهور المغربي. شكرا لجميع الجماهير المغربية التي في كل مرة تلبي النداء وتقف دائما وراء المنتخب في الضراء قبل السراء. الوطنية لا تباع ولا تشترى. المغاربة في أي مجال وفي أي زمان وأي مكان يلبون نداء الوطن
ويجعلونك تفتخر بأنك مغربي من أحفاء العظماء العلويين والسعديين والمرينيين والمرابطين والموحدين والأدارسة. عاشت الأمة المغربية. لكي لا أنسى، هناك عدة تساؤلات طرحها الشعب المغربي لهذه المباراة اللي غادي نوصلها لكم بالنيابة عليهم. الحكم ألغى ضربة جزاء دون احتكار للفار. أمير قطر يحضر ويشجع كافة المباريات الوطنية المغربية السابقة دون أن يحضر مباراة النصف. التمثيلية المغربية من أعلى مستوى تخلفت عن الحضور. بودريقة والتلاعب بالتذاكر أو بالأحرى تحويلها إلى السوق السوداء. تغيير منهجية والتكتيك اللاعب لأول مرة. الحملة المسعورة ضد المنتخب المغربي لتضامنه مع فلسطين ورفع العلم الفلسطيني، وهي حملة دولية أخرجتها ألمانيا للعلن. إصرار على إقحام اللاعب حمد الله بالرغم من فشله، وهذه رسالة إلى الحملة الشعبية المطالبة بعودته. رئيس الفيفا سعيد جدا بفوز فرنسا وغاضب من فوز المغرب على البرتغال. وفي الأخير نطالب الجماهير المغربية بالحضور بكثافة ومساندة النخبة الوطنية في مباراة السبت. يجب على المسؤولين المغاربة تنظيم استقبال يليق بهذا المدرب المحنك وهذه النخبة الاستثنائية. الإحصائية تتكلم أمامكم. أفضل مدرب مغربي على مر التاريخ بدون منازع، والقادم أفضل. كان أحسن حلم عشناه بعينينا محلولين. كنا باغين غا مشاركة مشرفة حتى ولينا باغين نفوزوا بكأس العالم، وفرضنا على بطل العالم يتراجع للوراء رغم الغيابات الوازنة. هادشي في حد ذاته خاص يخليك فخور بكونك مغربي. نمني النفس بمرتبة ثالثة عالميا يوم السبت، وكيف ما كانت النتيجة غادي نصفقوا عليكم. ديما مغرب. تهلاو الدراري. شكرا على تلك الأيام التي لا تنسى. شكرا على كل قطرة عرق سالت تعبا وحبا. شكرا على الوفاء. شكرا على الكثير. يا لها من أيام قاسية، ويا لها من نهاية صعبة، ويا له من يوم سيكون صعبا جدا. من ترابك، من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تشربنا السمو والسؤدد. ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس؟ عمرك شفت الإسباع خايف كيف خلاع؟ هيا بنا هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية حمراء. أقف فأرى الشك في لشبونة وأرى اليقين في الرباط وفي كازا. أنزل البحر فأعبر المضيق ليخبرهم تلك جارتكم وجارتنا، فاسألوها عن اليوم واسألوها عن الأمس واسألوها كيف إننا لا ننثني لا ننكسر لا نهزم ولا نغرق أمام أساطيل ماجلان وأحفاده. إن عدتم عدنا وإن جئتم أغلقنا جبل طارق وأطلقنا الأسد الأطلسي بكل ما فيه من نهم وحلم وعروبة. خذينا يا مغرب، خذينا إلى السماء. وما أجمل أن نبكي في السماء فستصدق الدموع في أرض عربية من أجل راية عربية. خذينا يا مغرب، فأنا تواق للفرح كأي عربي ضاق من الهم والحزن والانكسار. خذينا يا مغرب، فاليوم كل الأمل